في نوفمبر 1930 صياد صوف اسمه جولا بيل كان رايح قرية عشان يبيع لهم البضاعة بتاعته. وأما دخل القرية شاف حاجات غريبة جدا. دخان طالع من الأكواخ بتاعت السكان، والمكان هادي ولا فيه صوت إنسان ولا حيوان. بدأ يمشي في القرية، وأما دخل الأكواخ شاف الأكل محطوط على النار والأطباق جاهزة للأكل، بس مفيش أي حد. دخل في كوخ واتنين وتلاتة ونفس الحكاية، كأن الناس في المكان ده سابت الحياة ومشيت. طب مين دول؟ وفين القرية دي؟ قرية إنجيكوني مكانها في شمال كندا، مجتمع صغير شوية، ناس عايشين مع بعض من قبائل الإسكيمو. مكان معزول ساقع جدا بعيد عن الدوشة وزحمة الحياة العادية. بيستخدموا أسلحتهم في عمليات الصيد. طب إزاي 200 شخص يختفوا فجأة من غير أي أثر؟ ده كان السؤال اللي هنحاول نلاقي له إجابة. لما اتصل جون بشرطة الخيانة الملكية الكندية وجت عشان تحقق في الموضوع، الأدلة اللي لقوها كانت غريبة جدا ومش مفهومة. زي مثلا الأسلحة كلها في القرية زي ما هي، مع إنهم زي ما قلنا صيادين والسلاح جزء من حياتهم وما يقدروش يتحركوا من غيره. حتى هدومهم وأدواتهم اللي بيستخدموها في الأجواء الشتوية العنيفة زي ما هي موجودة. أما الدليل الأخير وده كان غريب الحقيقة ومش مفهوم، إن المدافن القديمة بتاعة القرية كانت مفتوحة والجثث المدفونة فيها اختفت. كلاب الهاسك بتاعتهم لقوها مربوطة في أماكنها وميتة من الجوع، مع إن كان في مخزون أكل كفاية في القرية. بعد التحقيقات والأدلة، الشرطة أكدت إن القرية فعلا اختفت سكانها في لحظة، والعجيب إن مفيش آثار أقدام في التلج. وهنا طلعت شوية نظريات غريبة عن الموضوع هناخدهم سوا. أول نظرية، بعض الناس قالت إن دي كائنات فضائية، واللي ساعد في انتشار النظرية إنهم بيقولوا في أضواء غريبة كانت بتطير في السماء قبل اختفائهم بيوم، وإن هم اللي خطفوا أهل القرية. أما تاني نظرية عن أسطورة الوينديجو، ودي أسطورة السكان المحليين الأصليين عن كيان شيطاني بيهاجم الناس، بس إزاي تهاجمهم كلهم وتسيب الأكل والسلاح ومفيش دليل على المقاومة. أما النظرية التالتة والأخيرة، الكارثة البيئية، وده الرأي الرسمي، بس حواليه شكوك كتير إن حصلت كارثة بيئية أو مرض معدي مميت خلاهم يعملوا هجرة سريعة منظمة. بس إزاي ومفيش أي آثار أقدام في التلج؟ لكن هنا بيجي اللغز الأصعب. الشرطة بعد كده نفت بشكل رسمي التفاصيل الخاصة بفتح القبور وموت الكلاب، وقالت إنها مبالغات صحفية، وطبعا ده عمل تضارب في الروايات. هل الشرطة بتحاول تخبي حاجة عشان ما تعملش فزع قومي؟ ولا الصحافة هي اللي اخترعت الرعب ده؟ ولحد يومنا ده سجلات الشرطة الرسمية بتنكر التفاصيل، لكنها ما تقدرش تنكر حقيقة اختفاء 200 شخص من على الخريطة في ليلة واحدة.